كونفرنس دي قلت اني لازم ان شاء الله اروح عشان اسال مياكل كام سؤال كنت محضره لها، وسالت الجورنالست اللي هي كانت معانا الصحفيه اللي كانت شغاله معاها اذا كانت ممكن تبعت تصريح باسمي. الاول هي كانت رافضه شويه وبعديها قالت لي تمام خلاص روحي باسمنا وسجلي واحكي يعني اللي حصل عشان نسجل بعد كده. بس انا ما كنتش متاكده اذا كانت هي بعتت باسمي التصريح ولا لا. رحت النهارده نزلت عند الباب البريس ووقفت في الطابور، بعديها دخلت ما كنتش لسه اعرف اذا كان اسمي متسجل في الطابور ولا لا. لما دخلت لقيت فعلا اسمي، وريتهم الاول باسبوري ولقيت اسمي فعلا في الليست. اخدت انا كارنيه للدخول واخدوا باسبوري قصادهم. بعدين طلعت المؤتمر ما كانش لسه ابتدى، كان باقي لسه، كان المفروض باقي عليه 15 دقيقه. جم مرتين قالوا ان هم هيأخروا اللقاء مع السيسي ومع مياكل، وفضل الناس تيجي صحفيين معظمهم من مصر طبعا النظام اكيد يعني، وصحفيين المان من شبيجل ومن انتفا ومن كل الجهات اللي ممكن الواحد يتخيلها. دخلت مياكل والسيسي وطبعا ابتدت هي تتكلم وبعدين هو اتكلم. وبعدين جه فتره الاسئله. هم كانوا قايلين من الاول، انا سمعت من جورنالست كانوا واقفين صحفيين كانوا واقفين جنبي قالوا لي ان هو هيبقى عدد الاسئله محصور على 4 اسئله بالظبط. فانا قلت لهم بس انا ضروري عايزه اسال سؤال، وقلت للمنظمين انا ضروري عايزه اسال سؤال، انا جايه من بعيد وانا طالب الطب وانا عايزه اسال ضروري سؤال. قالوا لي حاولي كده ونشوف هيحصل ايه. فلما جت المنظمه قلت لها بعد السؤالين، قلت لها انا ضروري عايزه اسال سؤال. قالت لي لا خلاص ما ينفعش. فقلت لفرau مياكل بعد سؤالين، قلت لها فرau مياكل بالالماني انا عايزه اسال سؤال ضروري، انا جايه من بعيد انا بدرس طب وانا عايزه اسالك سؤال. قالت لي في نظام معين شوفي هتعملي ايه وانا ما اقدرش اعمل لك حاجه. وبعدين الاثنين التانيين سالوا اسئلتهم، كان في كمان اسئله مالهاش دعوه بمصر اصلا، سالوها على بلاتا واللي سالها على اليونان. وبعد ال4 اسئله قلت لها انا عايزه اسال سؤال، ما ردتش. قلت لها ما تاخديش الكلمه مني، انا من حقي الكلمه ومن حقي اني اعبر عن نفسي ومن حقي اني اسال. وبعدين هي ابتدت تمشي من على الكرداس اللي هم واقفين عليه وقالت لي، وانا قلت لها بقى فضلت اصرخ قلت لها ده سفاح، ده نازي، ده فاشي، ده سفاح، ده سفاح، ده سفاح. ورفعت رابعه. فضلت كل طبعا الناس تصورني ومسكني بودي جارد من الجنب ومن ورا، وجم المصريين اللي هم تبع النظام برضو كلموني، بس انا الصراحه ما كنتش واخده بالي مين بالظبط لانه كان واحد ماسكني من ورا. فضلوا يقولوا تحيا مصر تحيا مصر اللي هم الاعلاميين التانيين اللي هم المصريين. وبعدين فضلت اقول انا لما قالوا تحيا مصر قلت لهم يسقط يسقط حكم العسكر بالظبط. وبعدين كان كله تقريبا كان في زي يعني مشادات ومشاكل بين الصحفيين التانيين، في صحفيين كانت ضد السيسي وصحفيين مع السيسي، واخدوني 3 بودي جاردز وشالوني بقى على غرفه كده عشان يسالوني انا مين بالظبط ويرجعوا لي باسبوري وياخدوا مني الكارنيه الامن. شكرا. بالظبط.